أجمل ما في الكون صورة المئذنتين تشوفها العين، وصوت أذان تسمعه من بعيد بينادي على المصلين. وفي حلقتنا اليوم عن جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون هيحكي الزمان على جمال المكان في عصر المماليك الذهبي اللي كان في رحلة لعالم الإبداع وحسن التصميم وتطور العمارة ومهارة الفنان المملوكي في دقة الصنعة والإتقان. والتاريخ شاهد عيان بروح العبقرية المصرية في كل وقت وأذان. وفي برنامجنا رحلة مصرية كلنا رايحين زيارة لمشاهدة أجمل وأزهى فنون العمارة الإسلامية المملوكية بجامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون. بني هذا الجامع منذ نحو 700 عام، ويقع وسط القلعة تقريبا، وظل هذا المسجد هو المسجد الجامع للقلعة حتى أقام محمد علي باشا جامعه في مواجهته. وقد شيده الملك الناصر محمد بن قلاوون تاسع سلاطين الدولة المملوكية البحرية، الملقب بأبو المعالي وأبو الفتح، في سنة 718 هجريا 1318 ميلاديا. وهذا الجامع متسع الأرجاء مرتفع البناء، أرضيته مفروشة بالرخام، وسقفه مبطن بالذهب، وبصدره قبة عالية يليها مكسورة مسطورة هي والأروقة بشبابيك الحديد المحكمة الصنعة، وتجد حول صحنه أروقة من كل جهاته. يتكون التخطيط المعماري لجامع الناصر محمد بن قلاوون من مساحة تخطيطها مربع الشكل، لها 3 مداخل، الأول منها وهو المدخل الرئيسي، ويقع بالناحية الشمالية الغربية، ويوجد فوقه لوحة تأسيسية من الرخام باسم الناصر محمد بن قلاوون مؤرخة بتاريخ البناء الأول. أما الباب الثاني فيقع في الجدار الجنوبي الغربي، وكان يتم الدخول منه إلى قصور الحريم السلطانية، وهو مغلق حاليا. أما الباب الثالث فيقع بالناحية الشمالية الشرقية، وواجهات الجامع خالية من أي زخارف على غير عادة هذا العصر، ويعلوها شرفات. والجامع من الجوامع المعلقة، إذ كان يوجد تحته طابقا آخر لكنه مغلق حاليا. وشيد هذا الجامع على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد، فهو عبارة عن صحن مكشوف تحيط به 4 إيوانات، لم يبقى منها الآن سوى 2، إيوان القبلة والإيوان المقابل له. أما الإيوانان الآخران فقد خربوا وحل محلهما بعض من أبنية مستحدثة. لكن من الملفت للنظر في واجهة الجامع هو الباب الرخامي الذي يعتبر بطرازه القوطي غريبا عن العمارة الإسلامية، فقد كان لأحد كنائس عكا، فلما فتحها الأشرف خليل بن قلاوون سنة 690 هجريا 1291 ميلاديا نقله إلى القاهرة، ووضع في هذا المسجد في عهد الملك العادل كتبغة عندما شرع في إنشائه. ويمتاز هذا الجامع بوجود الأعمدة الرخامية التي تحمل السقف، وهي أعمدة من عصور مختلفة، منها الفرعونية والبطلمية والرومانية، أعيد استخدامها بروعة وبهاء. وتحمل هذه الأعمدة عقود من الحجر المشهر، أي باللونين الأحمر والأبيض. ويمتاز هذا الجامع بمئذنتيه الفريدتين في مظهرهما بالنسبة لباقي مآذن القاهرة، والمختلفتان فيما بينهما شكلا وزخرفا من حيث الطراز المعماري، ويغلب عليهما التأثير الإلخاني والماغولي الإيراني، كما عرفت مآذنه بالمآذن الخضراء. كما امتاز هذا الجامع بأن جدرانه كانت مزخرفة بالفسيفساء الرخامية الملونة، ولا تزال بعضا من آثار هذه الفسيفساء نراها بكل من الجدارين الشمال الشرقي والجنوب الغربي. أما جدرانه من أسفل فكانت مكسوة بوزرات رخامية مطعمة بالصدف. أما سقف الجامع فهو من الخشب على هيئة قصع كروية تحيط بها أشكال هندسية
تحصر بينها دوائر بارزة تشكل في مجموعها منظرا خلابا ورائعا للعين عند مشاهدته. حكايتنا النهاردة عن مسجد الناصر محمد بن قلاوون الذي حكم مصر أطول مدة في دولة المماليك البحرية، فقد ولي مصر في المحرم سنة 693 هجريا 1293 ميلاديا، وتوفي سنة 741 هجريا 1341 ميلاديا. تنحى خلالها عن الملك مرتين، وكان محبا للعمارة فعمر كثيرا من الآثار. هذا الجامع أطلق عليه في أول الأمر اسم جامع الخطبة، لأنه كان الجامع الرسمي الذي تقام فيه صلاة الجمعة داخل المقر الرسمي للحكم في عصر المماليك. وعندما أكمل الناصر محمد بن قلاوون بناء الجامع، استقدم ما بين 15 إلى 16 خطيبا من خطباء القاهرة وأخضعهم لامتحان، وتم اختيار خطيب مسجد جامع عمرو بن العاص في ذلك الوقت ليلقي خطبة الجمعة. ثم أصبح بعد ذلك قاضي قضاة الشافعية هو من يلقي خطبة الجمعة بالسلطان. وحتى يخرج السلطان من القصر السلطاني لداخل الجامع تم عمل مقصورتان من حديد، إحداهما عامة ناحية القبلة، ومقصورة خاصة بالسلطان على يمين القبلة ويمين المنبر. وكان يصلي في هذه المقصورة السلطان وأقرب الأمراء إليه. ولم يبقى من إيوان القبلة سوى المحراب بعموديه الرخامين الرائعين وطاقيته ذات الزخارف الجصية البارزة، ومفرغة تشهد بما يعلوها من زخارف جصية أخرى، وما يقابلها بصدر الإيوان الغربي لما وصلت إليه هذه الصناعة من رقي وفن في العصر المملوكي. لكن من الغريب أن هذا الجامع العجيب عانى كثيرا من التخريب عندما وصل الإنجليز إلى مصر واحتلت مصر. في هذه الفترة تحول هذا الجامع إلى سجن، وفي نفس الوقت قسمت وبنيت جدران بين الأروقة الموجودة فيه وبين الأعمدة لتصبح نوعا من الزنازين التي يسجن فيها المسجونين. وظل جامع القلعة أو جامع الناصر محمد بن قلاوون على هذه الحالة طوال الفترة التي كان فيها الاحتلال البريطاني في مصر، إلى أن قامت لجنة حفظ الآثار العربية بين سنتي 1935 و 1947 ميلاديا بإعادة رونق هذا الجامع إلى ما كان عليه، وأزالت جميع التعديات التي كانت موجودة فيه والحوائط والمباني التي أنشئت في صحنه وبين أعمدته، وأعادت بناء القبة والمحراب والمنبر الخشبي. وفي نهاية رحلتنا كل التحية لكل مصري بنى وشيد ووضع حجر أساس وترك أثر في قلوب الناس، وكان له دور في تعمير مصر. كان معكم مصري من داخل جامع الناصر محمد بن قلاوون.